مش كل اللي بيكتب لك أخويا اللي منور الدنيا في كومنت على صورتك هيقف جنبك لو الدنيا ضلمت. إحنا في زمن الصحوبية فيه بقت باللايك والشير والستوري، بس وقت الجد والمصايب نص قايمة الواتساب بتعمل وضع الطيران. مين بقى اللي بيفضل؟ ده اللي هنعرفه دلوقتي. الصحاب أنواع كتير قوي. شلة كده عاملة زي طبق الكشري، في اللي بيدي طعم وفي اللي ملوش لازمة بس أهو بيزود الكمية. النهاردة إحنا هنفصص أنواع الصحاب. كملوا معايا عشان تعرفوا انتوا مين فيهم، والأهم صحابكم مين فيهم. أول نوع هو صديق المصلحة، اللي تليفونه ما بيرنش غير لو محتاج حاجة. ده بقى ما بيعرفكش غير وقت الزنقة، تلاقيه مختفي شهور وفجأة تليفونك يرن: حبيبي وحشني والله، فينك من زمان؟ بقولك ايه، معاك العربية النهاردة؟ أو معاك 200 جنيه سلف ليوم الخميس، وطبعا الخميس ده بيجي السنة الجاية. النوع التاني بقى هو صديق اللحظات الحلوة أو وزير الترفيه، بتاع الخروجات والضحك بس، لكن في الجد بيتبخر. ده الصاحب اللي القاموس بتاعه مفهوش كلمة زعل، علاقته بيك متبرمجة على الخروجات والضحك وبس. مجرد ما تقوله أنا نفسيتي زفت، الرد الجاهز عنده: سيبك انت، انزل يلا ناكل شاورما ونلف شوية. هو راشق معاك في أي سهرة، بس أول ما تقوله أنا واقع في مصيبة ومحتاجك، بتلاقي الخط قطع والشبكة سقطت. تالت نوع بقى ده الصاحب الباراشوت، ده اللي لا بيخطط ولا بيتفق معاكوا على حاجة. تبقوا طالعين عينكم بقالكم أسبوع بتظبطوا الخروجة أو حجز كورة، وفجأة تلاقوه بيكلمكوا: إيه ده أنتوا متجمعين؟ طب أنا تحت افتحولي. الصاحب ده دايما بينزل بمظلته على الجاهز وقت ما الأكل ينزل على الترابيزة، ولما يجي وقت الحساب تلاقيه فجأة جاله تليفون مهم جدا من مريخ ولازم يرد عليه بره. أما رابع نوع هو الأنتيم، شريك الجريمة. ده بقى مش مجرد صاحب، ده باقة كده على بعضها من العبط والجدعنة. ده اللي لو كلمته الساعة 2 بالليل قلت له أنا عملت كارثة، مش هيقولك عملت إيه، هيقولك مسافة السكة وجايلك. هو أكتر بني آدم بيسف ويتريق عليك، بس لو حد غريب بياكله بسنانه. الأنتيم ده عامل زي الباسورد بتاع حياتك، عارف كل بلاويك وفضايحك ومع ذلك مأمنه على رقبتك. الصحوبية عمرها ما كانت باللمة الكدابة ولا بكتر الصور اللي بتنزل على السوشيال ميديا. الصحوبية باللي يسد معاك وقت الجد واللي تلاقيه في ظهرك قبل ما تطلب منه. الصديق الحقيقي مش اللي بيكلمك كل يوم. الصديق الحقيقي هو اللي لما بتكلموا بعض شهور بتحس انكوا كنتوا لسه مع بعض امبارح. هو اللي بيفرح لنجاحك من قلبه كأنه نجاحه، ومش بيحكم عليك وقت ما تغلط، لكن بينصحك بينك وبينه، مش بالعدد لكن بالجودة. لو عندك صاحب واحد حقيقي فأنت أغنى من شخص عنده 1000 معرفة. انزلوا بقى دلوقتي حالا في الكومنتات واعملوا منشن للانتيم بتاعكم وقولوا لي ايه أغرب موقف أو أكبر مصيبة عملتوها سوا. وما تنسوش تخبطوا اللايك المتين لو الفيديو عجبكم. أشوفكم الفيديو الجاي. سلام يا أحلى صحاب.